نظرنا كلنا هذا الكم من الغناء، يعني في عز هذا الشحن السياسي الشديد، الصراع بين شعب يسعى إلى التحرر وسلطة ترفض الزحزحة من موقعها على عرش القهر والاستبداد. كان في احتياج شديد جدا للغناء، وكان بيلبي هذا الاحتياج مجموعة ما نعرفش جت امتى وجت ازاي وتجمعوا على بعض ازاي وامتى عملوا هذه الدوائر الغنائية الجميلة والمبدعة. تعالوا نقرب من بعض هذه النماذج التي شاركت في الثورة بملحمة غنائية رائعة بمفردات ثرية، بعضها كان وليد سنوات سابقة وبعضها نقدر نقول على هذه الأغنيات اللي غنوها ابنة الثورة، ثورة 25 يناير. ميدان ألهم العالم وجعل رؤساء وزعماء الدول الكبرى والإعلام المرئي والمكتوب لا يخلو حديثهم من سيرة الثورة المصرية وميدان التحرير وثورة الشعب المصري. ثورة ألهمت المبدعين والباحثين عن العدل والحرية في كل مكان. ثورة قدمت الإنسان المصري للعالم بشكله وملامحه المصرية الحقيقية الأصيلة. ثورة شعب ضد القهر والظلم والاستبداد. ثورة شعب قرر أن يغير ويبدأ حلما جديدا. وكان الميدان الملهم مليئا بالهتافات والألحان والغناء، غناء للحرية ولمستقبل البلاد، حيث فجرت الثورة إبداعات المصريين في الميدان من الملحنين والمطربين والشعراء، والتي جاءت إبداعاتهم وليدة اللحظة لتوثق أحداث وتفاصيل يوميات الثورة المصرية منذ بدايتها حتى لحظة خطاب التنحي. فجعلوا من هتافاتهم أشعارا وألحانا يؤدونها في صوت واحد يهز أرجاء الميدان. وغنوا للشهداء التي سالت دماؤهم من أجل إحياء هذا الوطن وإعادة كرامة الإنسان المصري. أمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي، أموت أموت وبلدنا تعيش. فعزفوا ألحان الحرية بأصوات وألحان مصرية مخلصة وعاشقة للوطن. معنا ملحن من طراز خاص جدا ومطرب طبعا، هو الفنان أحمد إسماعيل. ومعانا أيضا عازف الرق زين العابدين. زين العابدين. أحمد، أنت يعني من زمان أوي احنا نعرف بعض، من يعني أكتر من 30 سنة حاجة و30 سنة، وأنا من يومها ما أعرفلكش أي شغلانة تانية غير الغنى والتلحين. الغنى كمان في النقابات، المحامين، ما هو ده اللي انا عايزه، ده اللي انا هوصل له. انت من الغنى ده يعني احنا اطلالتك من خلال شاشه تلفزيون مثلا او حفله، او انك تبقى واقف بتغني مثلا، او انك تعمل شريط او شركه كاسيت، أو كل الحاجات دي، المفردات دي مش موجوده في حياتك. لا لا. احنا بنشوفك بس في
يعني المحافل السياسية. أيوه. ايه قصة الحكاية دي معاك؟ يعني ايه الاختيار ده في حياتك يعني؟ الحقيقة يعني إحنا جيل ما لقيناش راعي مم. يراعينا، يعني يتبنانا كأصوات مم. ويوجهنا يعني كموسيقيين وملحنين وشعراء وكده، فاتلمينا على بعض. مم. وأنا حتى كنت بلحن مش بس للأصدقاء القريبين، كنت بلحن من الدواوين. مم. لحنت لفؤاد حداد ولصلاح جاهين ولحنت ليك. مم. يعني أنا فاكر من أوائل الأغاني اللي لحنتها لك أحبك وانطلق عصفور، رغم إنه كان أحمد ملحنها بالظبط. ومغنيها علي الحجار، وواحد اتنين سرجي مرجي وارجع بقى. بالظبط. كتير من كلامك من خلال دواوينك كنت بلحنه. وشعراء يعني من جيلي لا، هو الأهم إنك أنت لحنت لفؤاد طبعا حداد طبعا طبعا. ونجيب أنا سرور الحقيقة محظوظ آه بشاعر عظيم زي فؤاد وصلاح حداد. جاهين وكثيرين طبعا. جدا. إنما الفكرة هنا يا أحمد، أنا حكاية ما لقيناش راعي دي مش إجابة شافية بالنسبة لي. ليه؟ آه. ليه؟ يعني ممكن ما تلقاش راعي، بس برضه تغني الانواع المتعارف عليها من الغنى، بس انت رحت لسكه محدده. انت رايح للاغنيه السياسيه، الاغنيه الوطنيه، وهي دي اللي بتحدد لك اماكن الحركه بتاعتك. انه زي ما قلنا مناسبه سياسيه، محفل سياسي، نشاط حزبي، نشاط يعني انتخابي لاحد المناضلين ما هو في ده. الحركه الوطنيه. يعني يمكن هو ده، يعني ما احنا عايزين نعرف مين اللي وصل للتاني. يعني يمكن هو ده اللي ما وصلكش لجهاز يقوده مثلا السيد صفوت الشريف ويحرص فيه على انه يبقى الغنى لايت ولطيف وخفيف وملوش علاقه بالسياسه، يعني الحقيقة ولا؟ حتى ولا الكاسيت، لأنه إحنا كنا بنحلم برضو، كل واحد فينا كان عنده حلم إنه يبقى مغني مم. ويتعرف. وأنا لقيت ضلتي الحقيقة في إني يبقى لي أغانيها الخاصة ويبقى لي شخصيتي يعني مم. المتميزة فيما كنت أغنيه من كلمات لصلاح جاهين ولفؤاد حداد وكده. الشيخ امام كان مثل اعلى بالنسبه لك مثلا؟ ما فيش شك. بس ده يعني جه متأخر شوية، لأن أنا في مم. البداية كنت لسه بسمع عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد مم. الحليم، وبالأخص أغاني عبد الحليم الثورية يعني كمان كانت شداني جدا مم. وخلاني أحس إنه ده اتجاه أنا لازم أبقى فيه مم. جواه. وسمعت كمان مرسيل خليفة من النماذج العربية يعني اللي شدتني، السيدة فيروز في الأغاني الوطنية وحبي للتلحين كمان، يعني حبي لأن يبقى لي غنوتي الخاصة اللي مش لاقي حد يعني يقول لي تعالى أنا أعمل لك لحن مثلا، أو خد الكلام ده غنيه عشان تغنيه في الإذاعة، أو يعني ده خلاني أنا ألحن لنفسي، شجعني عشان ألحن لنفسي. ولما لقيت الناس الحقيقة بتستحسن اللي انت ألحاني بتعمله. فمشيت في الخط ده، وبدأت أسمع باهتمام شديد بقى الشيخ إمام، ولقيته نموذج حللي المشكلة، حللي المعضلة. عايز اروح معاك على طول لميدان التحرير يا احمد. اتفضل. وميدان التحرير ده هيرجعنا لمشوارك برضو، لان وانا بسمعك في ميدان التحرير لحد ما صوتك راح يعني كنت مثلا بسمع اغنيه انا بسمعها منك، انا مش فاكر من كام سنه، هعرف منك دلوقتي. بس بسمعها طول الوقت صحيح. منك. والاغنيه دي اللي كاتبها نجيب سرور. الله يرحمه الشاعر العظيم نجيب سرور. يا شعب يا معلم. يا شعب يا معلم. صحيح. العجيب في كلام الأغنية دي إنه يعني حد بيبشر بما حدث يوم 25 يناير. صحيح. يعني بيستعجلوا. ما أنت ملحنها من سنة كام يا أحمد بالمناسبة؟ أنا لحنتها في تجربة مسرحية في الجامعة. كويس. مسرحية يا ليل يا قمر. أيوه. وهي كانت ضمن أغاني المسرحية. كويس. لكن بعد كده لقيتني بغنيها في كل المحافل. إنما سنة كام؟ سنة 81. 81، من 30 سنة بالظبط تقريبا. طيب، طول ال 30 سنة دي وأنت عمال تكلم الشعب وتقول له يا شعب يا معلم يا صابر اتكلم، ما حسيتش بالزهق؟ يعني ما حسيتش؟ لا خالص. خالص، لأنه الكلام بيعبر عني كويس. أنا شخصيا، وبيعبر عن شريحة كبيرة من الناس اللي أنا بغني لها. يعني ننبه المشاهدين، الكلام ده مجردا كده بيقول إيه؟ يا شعب يا معلم يا صابر اتكلم، علمنا واهدينا، عدينا يا شعب يا ما مشيت،
ياما بحور عديت، ياما جبال هديت، ياما يا شعب بنيت. قول على الهرم مواويل، يا شعب يا أويل، خلي الزمن يحكي عالشاكي والمشكي. الله يا شعب الله، يا شعب دين وحياة، يا شعبنا ماشيين والرك عالجايين. هيكملوا المشوار وهيسهروا للطار، الألف بعد الألف والصف بعد الصف، وكل روح على كف فداك يا بلادي. الله الله الله. الله يا عم نجيب يا سرور وهو بيقول انه ماشي هو وجيله أيوة والرك عالجايين وقد حدث. الحمد لله. يعني هي دي بصيرة الشاعر العظيم اللي بيبقى متأكد أو يكاد يكون متأكد مما يرى قد لا يصدقه ولا يراه الآخرون. صحيح. إنما هو متأكد من مشاعره. عايز أقول متأكد، ده كلام مظبوط، مش تفاؤل، مش مجرد تفاؤل، مش مجرد تفاؤل، هو متأكد فعلا. بالظبط. قال ايه؟ والرك على الجايين هيعملوا ايه؟ هيكملوا المشوار. ايوه، وهيسهروا للطار. ايوه زي ما سهروا. الألف بعد الألف والصف بعد الصف، وكل روح على كف فداك يا بلادي. طب نسمع بقى أحمد إسماعيل، نسمع وبمصاحبة زين، نسمع يا شعب يا معلم بطعم تاني بعد طعم انتصار ثورة 25 يناير اللي كان بيبشر بيها نجيب سرور. يا شعب يا معلم يا صابر اتكلم، يا شعب يا معلم يا صابر اتكلم، علمنا واهدينا عدينا عدينا، علمنا واهدينا عدينا عدينا. يا شعب يا ما مشيت يا ما بحور عديت، يا شعب يا ما مشيت يا ما بحور عديت، يا ما جبال هديت، يا ما يا شعب بنيت. قول على الهرم مواويل يا شعب يا أويل، قول على الهرم مواويل يا شعب يا أويل، خلي الزمن يحكي عالشاكي والمشكي، خلي الزمن يحكي عالشاكي والمشكي. الله يا شعب الله، يا شعب دين وحياة، الله يا شعب الله، يا شعب دين وحياة، يا شعبنا ماشيين والرك عالجايين، يا شعبنا ماشيين والرك عالجايين، هيكملوا المشوار وهيسهروا للطار، هيكملوا المشوار وهيسهروا للطار، الألف بعد الألف والصف بعد الصف، وكل روح على كف فداكي فداكي يا بلادي، فداكي يا شعب يا معلم يا بلادي. الله الله. سافرت فين بره مصر يا احمد؟ سافرت يعني البحرين. هل الفن ده استدعاك، النوع ده من الفن يعني استدعاك إلى أماكن أخرى تدعو فيها إلى المقاومة وإلى الثورة؟ الحقيقة سوريا فقط. لكن أنا سافرت البحرين أشتغل عشان أكل عيش يعني. كويس. وكنت بغني عبد الوهاب وأم كلثوم اللي الناس دي بتحبها وبتعرفها يمكن أكتر مننا مع الأسف. كويس. يعني بيعرفوا أغاني لأم كلثوم إحنا ما نعرفهاش، وعبد الوهاب إحنا ما نعرفهاش. فلقيتني بذاكر تاني عبد الوهاب وأم كلثوم تاني من الأول وجديد. لأنه الحقيقة عندنا مكتبة موسيقية رائعة يعني غنائية يعني مليئة بالتحف يعني. لكن لما سافرت سوريا كانت المناسبة برضو هي مساندة المقاومة الفلسطينية في غزة. دي اللي غنيت فيها بقى ازرع كل أرض مقاومة والجمهورية المتحدة وكتير من الأغاني الوطنية. الجمهورية المتحدة فؤاد حداد برضو. دي فؤاد حداد برضو وهي القصيدة العبقرية اللي كتبها فؤاد حداد.
بعد الانفصال. بعد ده صحيح. الانفصال. ده صحيح. بس شوفوا كان بيقول ايه فيها فؤاد حداد. كان بيقول ايدك لسه في ايدي بتعرق، قول لسه بتعزق، الارض اللي سقاها برده، عينك لسه في عيني بتدمع، لسه بتلمع، لسه بتتكلم بالشهداء، جدرك لسه، صدرك لسه، قلبي في صدرك، جدري وجدرك في الجمهورية المتحدة. لقيت نفسك في ميدان التحرير يا احمد؟ طبعا طبعا. طيب لقيت نفسك يعني نفسك تعمل ايه؟ نفسك تقول ايه؟ يعني هل كنت مكتفي ما تستند اليه من مشوار طويل في الاغاني، ولا لقيت نفسك عايز تقول حاجه جديده بنت الظرف وبنت الواقع اللي احنا فيه؟ طبعا. او اللي انت كنت عايشه في ميدان التحرير. انا دايما عندي رغبه في اني اقول جديد، مش بس للمناسبات لكن لانه يبقى فيه جديد. وطبعا ده حدث مهم انه يبقى فيه جديد، انما انا رايح لاني زي كل الناس يعني عايز اشارك. كويس. في البدايه ما كانش في حاجه في الافق يعني، لحد ما بقى فيه. يعني كلمني الشاعر حمدي عيد واداني مجموعه اغاني وكلمات لحنتها. مش عايز اقول لحنتها بسرعه، لكن كان لازم يبقى في سرعه في التناول عشان ننزل نغنيها في وسط الناس يعني. حمدي عيد بالمناسبه هو يعني من جيلنا من الشعراء الوطنيين المميزين، وهو احد القابضين على جمر الابداع في زمن كان يحارب فيه الابداع. صحيح. تحيه ليه. ولحنت الجمال بخيت قصيده لقيتها منشوره. ايوه في ارفع راسك فوق. ارفع راسك فوق. ودي اللي الحقيقه انا دايما اقول دي قصيده الشعب المصري. انا كل اللي عملته لان انا لما استمعت الى كلمه ارفع راسك فوق في ميدان التحرير يوم 11 فبراير، يوم تخلي الرئيس السابق يعني عن سلطاته، لقيت كل الشعب المصري هو اللي ابدع جمله ارفع راسك فوق، ارفع راسك فوق انت مصري. وبالتالي انا نسكت على هذا الابداع او تعاملت معاه. انا عايز اقول لك معلومه كمان، ما اعرفش انت عارفها ولا لا. في عدد من الملحنين لحنوها لا عايز اقول لك ده في لحد دلوقتي يعني، بس ده مش موقع، ده في حوالي 15 ملحن لحد دلوقتي لحنوها. انما طب انت هتسمعنا ايه دلوقتي؟ يعني انا اسمعها لك واحنا فيها اهو، بعدين نرجع نقول حاجه للاستاذ حمدي عيد. لا انا افضل ان احنا نبدا بالاستاذ حمدي عيد بعد اذنك. قال ايه حمدي عيد؟ قال مجموعه اغاني، لكن اللي هنغنيها دلوقتي ايوه هي اول اغنيه اتعملت في المناسبه دي يعني. احنا زهرة جناين 25 يناير. أيوة. شباب معجون طهاره وراهم شعب ساير. الله الله الله. حمدي عيد واحمد اسماعيل. احنا زهرة جناين 25 يناير، شباب معجون طهارة وراهم شعب ساير. احنا زهرة جناين 25 يناير، شباب معجون طهارة وراهم شعب ساير. احنا زهرة جناين 25 يناير، شباب معجون طهارة وراهم شعب ساير. احنا الروح الجديدة، احنا الامل اللي طالع، واحنا البشرى السعيدة، احنا الحق اللي راجع. احنا الروح الجديدة، احنا الامل اللي طالع، واحنا البشرى السعيدة، احنا الحق اللي راجع. والنصرة وريحته فاحت وهلت البشاير، احنا زهرة جناين 25 يناير. احنا الندهة العفيفة، احنا احلى الاماني، ومن البطن الشريفة احنا اتولدنا تاني. احنا الندهة العفيفة، احنا احلى الاماني، ومن البطن الشريفة احنا اتولدنا تاني. ناحية اغلى الاماني قلب الأحبة طاير، احنا زهرة جناين 25 يناير. احنا زهرة جناين
25 يناير شباب معجون طهارة وراهم شعب ساير، احنا زهرة جناين. 25 يناير شباب معجون طهارة وراهم شعب ساير، وراهم شعب ساير.